الوقوع في الحب شبه المخدرات بالظبط في بدايته. أول ما تحس إنك منجذب لشخص، دماغك بيبدأ يفرز خلطة كيمياء غريبة. الأدرينالين يخليك تحس إن قلبك بيدق بسرعة، ووشك يحمر، وإيدك تعرق. الدوبامين يشغل إحساس الحماس والمتعة، والنوريبينفرين يخليك مركز مع الشخص ده وبس، كأن الدنيا كلها اختفت. ومع الوقت ومع تعمق المشاعر، الجسم يفرز هرمون اسمه الأوكسيتوسين، وده اللي بيقولوا عليه هرمون الحب أو العشرة، مسؤول عن الترابط، الثقة، والإحساس بالأمان. وفي نفس الوقت هرمون التوتر الكورتيزول بيقل، فتحس براحة واطمئنان أكتر جوه العلاقة. ومع مرور الوقت التعلق والالتزام بيزيدوا، وموجة الحماس الجنونية اللي كانت في الأول بتهدى شوية. وفي لحظات القرب الجسم يفرز الاندورفين، وهي مسكنات طبيعية تخليك حاسس بالهدوء والرضا وإنك في أمان. وطبعا كل واحد دماغه بتتفاعل مع الحب بطريقة مختلفة، بس بشكل عام دي قصة الحب من جوه الدماغ. ولو الكلام ده عجبك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن أسرار العقل والمشاعر.